السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله جاتو اقتصادي بصوص الشوكولاتة. هعمل 12 قطعة، تكلفة بسيطة وهيطلع هش وخفيف وشكله تحفة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. بسم الله. هبدأ اعمل الكيك في الخلاط وهحط كوباية من اللبن الدافي عشان تدوب السكر وكوباية من السكر. بتراعي انك تستخدمي نفس الكوباية لعيار كل المقادير، وهضيف عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، يعني حوالي 3 معالق كبار، وكوباية الا ربع من الزيت. وهضرب كل المكونات ديت كويس قوي لغاية ما تمتزج والقوام يتقل. هضربها حوالي 5 دقايق. انا هنا بستخدم الخلاط عشان اسهل على نفسي، انتوا زي ما تحبوا استخدموا المضرب اليدوي او المضرب الكهرباء براحتكم. وده بيكون شكل الخليط، تقيل جدا وبيلمع، احلى صوص شوكولاتة من غير ولا حتة شوكولاتة. ودلوقتي هاخد منه كوباية واركنها على جنب، وهرجع للصوص اللي باقي في الخلاط واحط عليه بيضتين بدرجة حرارة المطبخ ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، واضربهم لغاية ما يختلطوا كويس مدة 5 دقايق. وده شكل الخليط بعد ما امتزج كويس. دلوقتي هبتدي احضر المكونات الجافة. عندي كوباية ونص من الدقيق، نخلته مرة قبل كده ودلوقتي بنخله مرة تانية، وده اللي بيخلي الكيك هش واسفنجي. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر وذرة ملح. ودلوقتي هنزل عليهم بالخليط السائل وهقلب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد لغاية ما الدقيق يختفي. وده القوام المظبوط، بيكون لا خفيف ولا تقيل. لو لقيتي القوام تقيل بتضيفي معلقة او 2 من المية او اللبن، وبترجعي تقلبي لغاية ما القوام بيظبط معاكي وبيكون بالشكل ده. وبنزل بخليط الكيك في صينية مستطيلة مقاس 26، دهنتها بالزيت او السمن وبطنتها بخليط من الدقيق والكاكاو. بساوي خليط الكيك وبخبط الصينية خبطتين على الرخامة عشان تخرج الهواء اللي فيها، وادخلها على فرن سخن مشغلاه من 10 دقايق على درجة 180. بتقعد نص ساعة، ما بتفتحيش عليها الفرن قبل كده. وبعد نص ساعة خرجتها وبتأكد بخلة انها استوت كويس. هسيبها دلوقتي تبرد تماما وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي الكيكة بعد ما بردت تماما هبتدي اخرمها بالخلة او بشوكة. وعندي نص كوباية من اللبن البارد هسقيها بيه، بوزع عليها اللبن كلها بالشكل ده. ممكن تضيفي للبن معلقة من الكاكاو او معلقة من النسكويك زي ما تحبي. وبسيبها على جنب لغاية ما بتشرب اللبن على بال ما بعمل الكريمة. عندي دلوقتي نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه، هحط عليها معلقتين كبار من السكر البودرة ونص كوباية من المية الساقعة المتلجة، ممكن تستخدمي بدل المية لبن. بقلبهم الأول مع بعض بالمعلقة وبعدين بضربهم بالمضرب على أعلى سرعة لغاية ما القوام بيتماسك ويتقل بالشكل ده. وفي المرحلة دي بضيف لهم معلقة كبيرة من صوص الشوكولاتة اللي معايا في الكوباية، وبرجع أضربه كويس مع الكريمة كده. تمام، القوام متماسك ومظبوط. والكيكة بعد ما اتشربت اللبن وبقت طرية هبتدي افرد عليها الكريمة واسويها. وممكن طبعا تخلوا الكريمة بيضة، ما تحطوش فيها معلقة صوص الشوكولاتة، براحتكم، دي حاجة حسب الرغبة والذوق. بعد ما سويتها بالشكل ده على قد ما اقدر هدخلها التلاجة مدة ربع ساعة تتماسك وتجمد. وهنا صوص الشوكولاتة تقيل جدا، فهخفه بمعلقة واحدة من اللبن عشان اعرف اوزعه فوق طبقة الكريمة. لو انتوا حابين تحطوه تقيل زي ما هو مفيش اي مشكلة.
ودلوقتي هبتدي اوزع صوص الشوكولاتة وافرده فوق طبقة الكريمة. توزعيه بمعلقة او بتمسكي الصينية وتبتدي تهزيها من كل ناحية كده، هيتوزع بكل سهولة. وبعد ما بخلص توزيع صوص الشوكولاتة بدخل الصينية التلاجة مدة مش اقل من نص ساعة علشان الطبقات تتماسك والكيك تتشرب من الطبقات ديت ويكون طعمها جميل زي الجاتوه الجاهز بالظبط. وهنا بعد الجاتوه ما قعد نص ساعة في التلاجة هبتدي اقطعه. اول حاجة بقسم الصينية نصين بالطول ونصين بالعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كل تقطيعة لازم بمسح السكينة وبنضفها بمنديل ورق علشان الطبقات احافظ عليها، وكمان قطعة الجاتوه يطلع شكلها حلو. انا هقسم الصينية بتاعتي ل 12 قطعة، انتوا ممكن يعني تقسموها زي ما انتوا عايزين، تكبروا القطعة او تصغروها. وبعد ما قطعت الجاتوه هبتدي احط على كل قطعة روزيتا بالكريم شانتيه بالشكل البسيط ده، بتدي شكل حلو. واخر حاجة عندي شوكولاتة كريسبي هحطها فوق الروزيتات، تزيين بسيط وجميل. انتوا ممكن تزينوا بالمتاح والموجود عندكم. وده الشكل النهائي للجاتوه، شكله بسيط وجميل في نفس الوقت. عملناه بطريقة اقتصادية وسريعة. الكيكة هشة ولذيذة جدا، وصوص الشوكولاتة جميل مع انه مفهوش اي شوكولاتة، عملناه بطريقة اقتصادية. يلا اعملوه فرحوا ولادكم. ممكن تعمليه في المناسبات واعياد الميلاد او تقدميه للضيوف. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو بتشوفوني لاول مرة يشرفني اشتراككم في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.